ازيك يا مسلوبة الإرادة يا عديمة الشخصية؟ هي الستات فعلا طرقها مقفلة ولا هي اللي بتقفلها في وشها وتحط العقدة في المنشار؟ كله هيبان دلوقتي. الستات بتفضل تشتكي من نفسها طول الوقت، نفسها تنزل تشتغل ومش عارفة، عايزة تخرج وتنطلق ومفيش وقت لده، عاوزة تطور من نفسها بس ما بتاخدش أي خطوة، نفسها تفتح مشروع خاص بيها بس ما بتدورش تعمل ده ازاي، طول الوقت بتحلم وبس، عايزة توصل لحاجات نفسها تحققها بس ما بتعملش علشانها أي حاجة، وتيجي تشجعها وتقول لها يلا انت عاوزة تعملي ايه ونبدا فيه، عمرها ما هترد وتقول لك حاضر. دايما الرد اللي هيكون عندها اصل انا مش عارفه اسيب العيال لمين، اصل جوزي مش موافق، اصل انا مش فاضيه وما عنديش وقت. طب انت جربتي اصلا تتكلمي مع جوزك؟ جربتي تتناقشي معاه وتشوفي الموضوع هيوصل ما بينكم لايه؟ هي اصلا ما جربتش انها تتكلم معاه ولا تتناقش، كل اللي عليها انا دورت وما لقيتش، الموضوع صعب، حجج ومبررات طول الوقت ان هي مش هتعرف توصل ومش هتقدر تحقق اللي هي عاوزاه، تسلام للافكار اللي في دماغها هي وبس. هي اصلا ما جربتش تنظم وقتها ولا انها تلاقي حلول لاي عوائق قدامها، ما جربتش تدور وتسال عن اللي هي عايزاه بشكل كافي. هو مفيش حد بيوصل للي هو عاوزه بسهوله كده ومره واحده، وللاسف هنا بقى الست هي اللي سالبه اراده نفسها. طبعا مش هنعمم، لان في ستات بتشتغل وبتنظم وقتها ما بين بيتها وولادها وشغلها، وعارفه توازن بين كل ده، وشايله فوق طاقتها واكتر، وناجحه في كل دول. علماء النفس والاجتماع لما قعدوا يدوروا ليه الستات ما بتعرفش تحقق اللي هي عاوزاه وليه ما عندهاش اراده، لقوا شويه اسباب كده، منهم ان الست هي اللي عامله في نفسها كده والباقي ملهاش ذنب فيه، علشان نبقى منصفين برضه. اول سبب ان الستات دايما عندها تنوع في الاولويات، يعني عندها بيتها وولادها واهلها بتاخد بالها من كل دول، وبتلاقي نفسها ان هي مش هتعرف توفق بين بيتها وولادها وشغلها، فبتضطر طبعا تضحي بشغلها علشان خاطر الولاد. السبب الثاني ان الستات عندها سوء تخطيط، بس كلامي هنا موجه للستات الكسوله بس، لان في ستات طبعا دماغها توزن بالانس. سوء التخطيط هنا المقصود بيه ان الستات ما بتبقاش عارفه تنظم وقتها بشكل صح، وما بتعرفش توازن بين امور حياتها بشكل كافي، وده بيخليها ما بتعرفش تدي لكل حاجه حقها، وساعتها الشغل بيأثر على علاقتها بولادها او العكس. السبب الثالث ان هي ما عندهاش اي ثقه في نفسها، دايما شايفه ان هي مش هتقدر ومش هتعرف تحقق اللي هي عاوزاه ولا هتنجح في اي حاجه بتحلم بيها، دايما حاطه نفسها في اخر اولويات. السبب الرابع هو نظره المجتمع للست، وانه دايما باصص لها على ان اخرها الجواز وتربيه العيال، ما بيديهاش فرصه ان هي تثبت نفسها او تحقق ذاتها، لان المجتمع شايف ان البيت والعيال ده اهم دور ممكن الست تقوم بيه. المجتمع حط الست في قالب معين وقفل عليه، وللاسف ستات كتير صدقت وامنت بده، ان اخرها في المجتمع تقعد تربي العيال. الحل بقى عندك انت، علشان ما تبقيش مسلوبه الاراده وماشيه ورا المجتمع كده وخلاص، يعني تنظمي وقتك وتوزعيه بين اولوياتك، وحطي نفسك بين الاولويات دي، ما تنسيهاش وما تهمليهاش. لازم يبقى عندك استقلاليه في افكارك وفي حياتك، ما ينفعش تبقي ماشيه ورا اي نغمه المجتمع بيقولها وخلاص، وما تصدقيش على نفسك كلام سلبي يخليكي مشلوله وعاجزه عن تحقيق اي حاجه نفسك توصلي لها. اتعلمي تحطي اهداف وخطط للي انت عاوزاه وتمشي عليه. لما تحسي انك مش قادره اطلبي المساعده من ناس ايجابيه بتشجعك وبتحبك، مش من ناس سلبيه تقولك اخرتك ايه من اللي انت بتعمليه وكفايه عليكي كده. اي حد بيحاول يرجعك لورا او يسيطر عليكي علشان تفضلي محلك سر، ارميه ورا ظهرك. بطلي تخترعي لنفسك حجج ومبررات علشان تفضلي زي ما انت، لازم تبداي فورا في اللي انت عاوزاه، حتى لو هتبداي متاخر احسن ما تبتديش خالص. كوني علاقات مع ناس وصحاب جداد ووسعي دايره معارف، وبلاش تتحججي ببيتك واولادك، لان كتير قبلك نجحوا وكانوا ظروفهم نفس ظروف، ومنهم اللي اسوأ من ظروف. تعالوا نشجع بعض ان الستات ما تبقاش مسلوبه الاراده. ولو عندكم اي افكار حلوه اكتبوها لي في الكومنتس، وابعتوا لي قصصكم تحديتوا كلام المجتمع ازاي، وعرفتوا تحققوا توصلوا للي انتوا عاوزينه ولا لا، واكتر قصه ملهمه بجد هطلع احكيها في فيديو.